إذا انتهت لصالح المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد ضد خصم عنيد كالمنتخب الباراغواي. بداية موفقة لمستر وهبي بطبيعة الحال. المباراة الأولى تعادل ضد خصم قوي جدا كمنتخب الإكوادور. اليوم يفوز بهدفين مقابل هدف واحد على خصم كذلك عنيد. هذا الخصم تأهل لكأس العالم بعد أن تعادل ضد المنتخب الإكوادوري. فهذه بوادر النجاح والتألق إن شاء الله لمستر وهبي في قابل الأيام. لنا ثقة في مستر وهبي. اليوم اعتمدنا على تشكيلة مغايرة تماما 4-2-3-1. اعتمدنا في قلبي دفاع حلحال وديوب. أنا بغيت نتكلم على حلحال. كيف يعقل لدينا حلحال وما كانش كيتم المنادات عليه للمنتخب المغربي وحنا في أمس الحاجة لقلبي دفاع، وكان عندنا مشكل في قلبي دفاع في كأس إفريقيا للأمم 2025 مؤخرا. كيف يعقل أن وليد الركراكي لم يرى حلحال، لم يستدعي حلحال، لم يعطي فرصة لحلحال. حلحال اليوم قدم مباراة كبيرة، كل التدخلات ديالو كانت ناجحة، كذلك تمركز اللاعب ولا القوة البدنية للاعب، السرعة، لاعب يعني ما شاء الله له رسمية مع المنتخب المغربي. كيف يعقل ما يتمش المنادات على هذا اللاعب؟ وكنا كناديو على الياميق اللي السن ديالو تجاوز 40 سنة، كذلك كنا كناديو على سايس اللي ما عندوش اصلا نادي، يعني دائما في الدكة مع السد القطري كيعاني من الإصابة. كنا كنحاولوا نرقعوا يعني دائما في قلبي دفاع بلاعبين اللي هما اصلا ما كيلعبوش قلبي دفاع، كان نصير مزراوي ولا ماسينا في كاس افريقيا للامم 2025 كنا كنلعبوا بماسينا كقلب دفاع، مع العلم لدينا حل. هذا هو المشكل ديال والد الركراكي، انه كان كيعتمد على لاعبين حيتاش كيعرفهم، حيتاش اصدقاء ديالو، ولا ما عرفش يعني السبب اللي كان كيخليه ينادي على لاعبين ما جاهزينش، لاعبين اصلا يعني انتهوا. فحل يعني كان غادي يكون افضل وغادي يعطيك اضافه وغادي يكون حل انسب. فكيف يعقل ما يتمش المنادات على حل. كذلك اليوم يعني كما كتشوفوا لاحظتوا واحد الحاجه، بلي ان المرابط والعيناوي عندهم نفس الستايل ديال اللاعب، وكذلك نفس الوجه، نفس التشابه في الملامح، تشابه في الشعر، تشابه يعني في القويديمه، تشابه في مجموعه من الاشياء، كذلك في اللاعب. يعني وسط ميدان يطمئن التواجد المرابط والعيناوي كذلك الخنوس. فما بالك لو ضفنا عليهم إبراهيم دياز، ياسين جاسم، هذا لاعب إن شاء الله سيقول كلمته في كأس العالم، لاعب موهوب.